السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي مس حبيبة دفعة التجارب، بس انتوا أبطال وقد كل حاجة انتوا بتعدوا بيها. على فكرة عايزة أقول لك منهج تالتة إعدادي بتاع العلوم مش صعب خالص، ده منهج لذيذ جميل، كل تجارب وممتعة. تجارب يا لهوي أنا بخاف من الكيمياء، لا الكيمياء سهلة وجميلة، بس انت محتاج تتأسس فيها. ما تسمعش الشرح الدرس الأول، انت مش هتفهم أغلب الحاجات لو ما سمعتش الكورس التأسيسي. هسيبهولك وترجع تسمعه، واوعدك تيجي تسمعني هنا هتلاقي الدنيا سهلة ولذيذة. طب يا مس بعد اذنك، اللي الدنيا سهلة ولذيذة دي منهجنا عبارة عن ايه؟ منهجنا عبارة عن 4 وحدات. كم وحدة؟ 4 وحدات، ده انا حافظك الفهرس كمان. 4 وحدات، الوحدة الأولى 3 دروس، الوحدة الثانية 3 دروس، لكن الوحدة الثالثة والرابعة عبارة عن درسين. طب يا مس أسمع عن حاجة كده اسمها علوم متكاملة. انت بتسمع عن حاجة اسمها علوم متكاملة. ايه هي العلوم المتكاملة؟ العلوم المتكاملة عبارة عن 4 فروع. ايه هما؟ فيزياء، كيمياء، أحياء، جيولوجيا، يعني كل حاجة معاك. عارف منهجك ده مش سايب حاجة إلا واتكلم عنها. هنبدأ بالوحدة الأولى بالكيمياء. الله على الكيمياء وحلاوة الكيمياء، مس حبيبة بتعشقها. الوحدة الثانية هتكلم على التيار الكهربي، الدوائر الكهربية، كل الحاجات دي فيزياء. يبقى أنا الوحدة الأولى كيمياء، الوحدة الثانية فيزياء، بفهمك كل حاجة يا بابا، ما تخشش على المنهج على طول. والوحدة الثالثة اللي هي عبارة عن درسين، دي عبارة عن أحياء، يعني بتتكلم عن الكائن الحي سواء نبات، حيوان، إنسان. والوحدة الأخيرة بتتكلم على تاريخ كوكب الأرض. الأرض دي جيولوجيا، الأرض دي إيه؟ جيولوجيا والتضاريس بتاعتها. فأنا معايا ال4 فروع، فيزياء، كيمياء، أحياء، جيولوجيا. يا فزلوكة أنت هتبدأي لي بأنهي وحدة؟ هنبدأ النهاردة الوحدة الأولى الدرس الأول، وأنا متحمسة. أنا عايزاك بس أنت تتحمس معايا وتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول اسمه إيه يا مس؟ الدرس الأول تعالى ننزل هنا، اسمه التفاعلات الكيميائية. طب يا مس يعني ايه تفاعلات اصلا كيميائية؟ عايزة اقول لك كل حاجة حوالينا فيها تفاعلات كيميائية. عارف الحديد لما يصدي ده حصل تفاعل كيميائي، اتفاعل مع الهواء فكون طبقة، فالحديد اتبان اللي هو صدي. عارف الصابون اللي احنا بنصنعه؟ الصابون ده برضه عبارة عن تفاعلات كيميائية. عارف النبات لما بيعمل عملية بناء ضوئي ويبدأ يجهز لنفسه سكر الجلوكوز، الكلام اللي انت أخدته في تانية إعدادي، دي برضه تفاعلات كيميائية. احنا بنتنفس عشان أطلع من جوايا طاقة، فبيبدأ يحصل تفاعلات كيميائية. فاحنا عندنا هنتكلم على التفاعلات الكيميائية. طب يا مس حبيبة الدرس بتاع النهاردة بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم على انواع التفاعلات الكيميائية. هي في منها انواع يا مس؟ يا لهوي ده انا ما كنتش بحبها في تانية اعدادي. والله العظيم الكيمياء لذيذة لذوذة خالص كده زيك وجميل. الكيمياء جميلة بس بالراحة، ستيب باي ستيب، خطوة خطوة. التفاعلات الكيميائية في منها أنواع، وعلى فكرة ده سؤال علل عندك في المنهج. ليه التفاعلات الكيميائية في منها أنواع يا حبيب قلب المس؟ والله عشان أبدأ أعرف التفاعل ده لازم له تسخين ولا عامل حفاز، يعني حاجة تزود من سرعة التفاعل الكيميائي. طب إيه النتيجة اللي هتطلع؟ هبقى عارف من قبلها. فعشان كده عرفنا إن التفاعلات الكيميائية في منها إيه يا حبايب المس؟ أنواع. تعالى بقى نبدأ ونقول بسم الله. شايف الصورة دي صورة حقيقية لتفاعل كيميائي. تعالى بسم الله يا حبيبي ونشوف معايا الدرس الأول بيتكلم عن إيه. كل ده الكورس التأسيسي اتكلمت عنه. المقدمة طولت بس عايزة واحدة تبشرك إن المنهج سهل ولذيذ. بسم الله أشمر بقى واسمع مس حبيبة. يعني إيه التفاعل الكيميائي عشان أعرف أنواعه؟ أنا دلوقتي حلوين عايزة أفاعل المية مع السكر،
فببدأ أحطهم على بعض، ده كده تفاعل كيميائي. عايزة أخلي الحديد يتفاعل مع الهواء، ما هو ده كده تفاعل كيميائي. طب عشان يربطوا مع بعض ويكونوا حاجة جديدة اللي هو أكسيد الحديد مثلا، إيه اللي هيحصل؟ قالك بص، أنا مثلا معايا دول جزيئات مثلا الحديد أهو، المواد المتفاعلة قبل حدوث التفاعل، دي مواد قبل ما تخش التفاعل. ايه اللي هيبدأ يتم؟ عشان الاسود ده يجي مع الاحمر والكرة البيضاء دي تيجي مع الاحمر ويكونوا حاجة جديدة وحصل تفاعل كيميائي، لازم يحصل لهم كسر. لازم يحصل لهم ايه؟ كسر. التعريف مش غريب عليك، انت خدته في تانية اعدادي. فلازم ابدأ اكسر، لازم ابدا اعمل ايه؟ اكسر. فالتفاعل الكيميائي بعمل ايه؟ بكسر الروابط. بعمل ايه؟ بكسر الروابط. فانا هبدا اكسر هنا واكسر هنا. طيب ليه بتكسري؟ عشان يبدا كل ده يرتبطوا مع بعض بالمنظر اللي قدامك ده. عندي اللي هي رمادي جت مع الاحمر، والاحمر اخد 2 من الابيض. ايه ده يا مس؟ انت بعد ما كسرت الروابط في الاول بدات اكون روابط جديده مختلفه، دخلت ناس جديده مع بعض. ده تعريف التفاعل الكيميائي. انا كده عملت تفاعل كيميائي، فهو كسر الروابط الموجودة. تعالى 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 عشان نبين لاصحابنا كل حاجة. كسر الروابط الموجودة، كسرتها بمين؟ جزيئات المواد المتفاعلة، وكونت روابط جديدة فين؟ بين جزيئات المواد الناتجة. تاني تعريف التفاعل الكيميائي هو عبارة كسر الروابط الموجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة. بس حبيبة هيسألني ازاي؟ هيقولك كسر الروابط في المتفاعلات ولا النواتج؟ كسر متفاعلات. طب تكوين نواتج هتتلخبط؟ لا مش هتتلخبط. بص معايا كده، تكوين آخرها نون يبقى نواتج آخرها نون، يبقى تكوين نون، يبقى كسر متفاعلات. سهلة خالص يا مس حبيبة. شكرا يا مس. طب أنا هعرف منين بقى يا مس إن حصل معايا تفاعل كيميائي؟ في دلائل على حدوث تفاعل كيميائي اوف كورس. لما امسك الكوبايه بتاعتي واعمل تفاعل كيميائي وهتشوفوه معايا دلوقتي، هلاقي مثلا الكوبايه بتاعتي فيها راسب لونه ابيض مثلا ما بيدوبش في الميه، فتكون راسب ده دليل على حدوث تفاعل كيميائي. تاني حاجه، هبقى مثلا حاطه ماده لونها ازرق، بقدره قادر هلاقيها احمر. اتغيرت ازاي؟ حصل تفاعل كيميائي، ده دليل على حدوث تفاعل كيميائي. يبقى أول حاجة تكون شاطر راسب، تاني حاجة تغيير اللون، تالت حاجة هلاقي طلع معايا غاز. أي غاز بقى؟ ثاني أكسيد الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، دليل على حدوث تفاعل كيميائي. هلاقي في نار طلعت، هلاقي ضوء أبيض شايفاه من بعيد، فبرضو انبعاث ضوء وحرارة. عندي كده دلائل على حدوث تفاعل كيميائي. يبقى يلا مع بعض، ايه هي الدلائل على حدوث تفاعل كيميائي؟ تكون راسب، تكون راسب، تكون راسب، تغيير اللون، تكون راسب، تغيير اللون، تصاعد غاز، تصاعد غاز، انبعاث ضوء وحرارة. احفظها ازاي؟ الفزلوكة جاية تحفظك، اما انا اسم الفزلوكة ليه؟ ت ت ت، تكون، تغيير، تصاعد، وفي الآخر انبعاث. تكون راسب، تغيير اللون، تصاعد غاز، انبعاث ضوء وحرارة. ونيجي بقى لعنوان الدرس بتاعنا، أنواع شاطر التفاعلات الكيميائية. هو أنا بقسمها أصلا على أساس إيه؟ يعني ليه بقسم إن في معايا أنواع للتفاعلات الكيميائية؟ على أساس إيه يا حبيبي؟ بص كده معايا، NaCl2 لقيتها NaCl، وزن المعادلة حط هنا 2، وزن المعادلة حط هنا 2، مالكش دعوة بها دلوقتي. المهم أنا عندي كده الصوديوم ده كده، ولو مش حافظ إن الصوديوم Na ضرب الصوديوم Na ضربة قوية على إيديه، ارجع للكورس التأسيسي بليز. والكلور
دول كده اسمهم ذرات. اسمهم ايه؟ ذرات. اسمهم ايه؟ ذرات. لو لقيتهم بالمنظر ده بعبارة عن شق موجب وشق سالب. طب الشق الموجب ده اسمه ايون. ايون موجب. اسمه ايون ايه؟ موجب. لكن الشق السالب ده اسمه ايه؟ ايون سالب. يبقى انا معايا ذرات زي الصوديوم والكلور، ذرات، ومعايا ايون موجب وايون سالب. ايه ده كده يا مس حبيبه؟ عايزه ايه يعني يا مس؟ عايزه اقول لك ما هو نوع التفاعل الكيميائي ده بيحدد على حسب الجمله اللي بالحمراء اللي انت ما كنتش فاهمها واختك فهمتها لك، اللي انا برتب الذرات وببدا اعمل ايونات. على اساس دول ببدا احدد نوع التفاعل الكيميائي، على اساس اعاده ارتباط الذرات او الايونات، اعاده ارتباط الذرات والايونات، اعاده ارتباط الذرات والايونات. طب التفاعل الكيميائي بقى يا مس ايه هي انواعهم؟ ده عنوان الدرس. 4 أنواع. كام نوع؟ 4 أنواع. كام نوع؟ 4 أنواع. قول معايا. اتحاد مباشر ده أول نوع هنبدأ بيه. تاني حاجة انحلال. تاني حاجة انحلال. تالت حاجة إحلال. إحلال بسيط أو اللي هي رابع حاجة مزدوج. يبقى أنا عندي أنواع التفاعل كم نوع؟ 4. أنواع التفاعل كم نوع؟ 4. اتحاد مباشر، انحلال، إحلال. الإحلال ده في منه كم نوع؟ 2، يا إما بسيط يا إما مزدوج، وقسما بالله ما هتطلع من الفيديو غير ما أنت فاهم ال4 دول دلوقتي. طب بص معايا يا مس، سؤال كده أنت قلتيه، ليه العلماء بيصنفوا التفاعلات الكيميائية ولا ليه؟ قلته على فكرة لو أنت مركز على فكرة كده معايا، والله بس عشان بيفهمني كيفية حدوث التفاعل وأعرف النتيجة اللي طلعت إيه. بس أبدأ بقى بأول حاجة اللي هي إيه؟ شاطر من غير ما تغش، شاطر. أول نوع معايا التفاعل هو الإيه؟ الاتحاد المباشر. الفزلوكة هتقول لك كل الحاجات دي بطريقة سهلة قوي. يعني إيه؟ الاتحاد المباشر هتلاقي الفزلوكة بتقول لك الاتنين هيبقوا حاجة واحدة. الله، أعرف أحل أي حاجة حتى لو إجا بره المنهج، حتى لو إجا بره المنهج، أي اتنين بيبقوا حاجة إيه؟ واحدة. فده الاتحاد المباشر. عارف لما نبقى هنا واحد وهنا واحد متفرقين عن بعض فيرجعوا يبقوا صحاب يبقوا حد واحد؟ الاتحاد المباشر كده، عند 2 متفرقين فبيبقوا حد واحد. فتفاعلات الاتحاد المباشر انا معايا ماده هي اسمها A وماده اسمها B، ولو عايزه C و D 100 واحد بس خليتهم حد واحد بس، فهي بتتحد فيها مادتين او اكثر، مادتين او اكثر لتكوين مركب جديد، لتكوين مركب جديد. بصوا يا جماعه، ما بحبش الحفظ قد ما انا بديك هاكس كده تفهم بيها، قد ما بحب كل جمله افهمها لك. يعني ما بحبش اجري كده. مادتين او اكثر A و B. يعني مثلا كده هنيجي لنفس المعادله اللي احنا كنا ماسكينها فوق اهو، NaCl، حطيت هنا 2 وهنا 2 للوزن هفهمه لك دلوقتي. ايه ده صوديوم وده كلور، يعني عنصر وعنصر مركب. مين المركب؟ هو ده اللي طلع. طب يا مس حبيبه ليه ده مركب؟ ارجع للكورس التأسيسي لو عايز تفهم بما يرضي الله. بس اختك حبيبه ضميرها بيوجعها دلوقتي وعايزه تفهمهولك. NaCl دي حاجات مختلفه ركبناها على بعض يبقى اسمها مركب. حاجات مختلفه ركبناها على بعض يبقى اسمها مركب. يبقى NaCl دي حاجات مختلفه ركبناها على بعض بقى اسمها ايه يا اخواتي؟ بقى اسمها مركب. فكده حاجات مختلفه ركبناها على بعض يبقى اسمها مركب. ننزل تحت شويه. طيب قولي لي بقى مثال يا مس حبيبه على الاتحاد المباشر اللي عندنا في المنهج. بيقول لك يا حبيبي هات شريط المغنيسيوم. فانا معايا شريط مغنيسيوم اهو، همسك فيه وهبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل له احتراق، اسخنه، والجو بتاعنا فيه ايه؟ اللي بنتنفسه اكسجين. فهمسك المغنيسيوم اللي هو الشريط كده، حاجه انا ماسكاها بايدي، يبقى ماده صلبه ولا سائله ولا غازيه؟ ارجع للكورس التاسيس، ماده ايه؟ صلبه. فالصلبه بحط لها اس، صلبه بحط لها ايه؟ اس، مع الاكسجين اللي في الجو.
الأكسجين ده غاز، فأبدأ أحط له جي تحت. المهم هفاعل المغنيسيوم مع الأكسجين، إيه اللي هيحصل؟ هيبدأ يطلع لي لون أبيض ساطع. اللون الأبيض الساطع ده اوعى تبص له، دي أشعة فوق بنفسجية، أشعة فوق بنفسجية. ثواني أوريها لك وأشوف الست دي لابسة إيه كده. أشعة فوق بنفسجية. غلط، هتؤذلك الشبكية بتاعت عينك عشان هي غلط. فعشان كده بتبدأ ترتدي انت نظارات وانت بتعمل التجربة دي. لما تشوفوها عندي ان شاء الله وانزلها لكم هتلاقوني وانا بعمل التجربة لابسة حاجة، حاطه ماسك ولابسه حاجه على عيني. ما اشعه فوق بنفسجيه هتؤذيلي الشبكيه وانا مش ناقصه نظر ضعيف خلقه، فبلبسها النضاره دي. يبقى انا عندي عند تفاعل المغنيسيوم اللي هو صلب، وصلب جاي من كلمه صلب بحط له اس، مع غاز الاكسجين والغاز بحط له جي. ايه اللي يحصل؟ هيكون لي ماده مصحوبة بمادة بيضاء اللي هي الأشعة فوق بنفسجية، هتؤذي شبكية العين. عشان كده لازم ترتدي ايه؟ نظارات واقية. مين المادة البيضاء الساطعة اللي بتؤذي شبكية العين؟ عشان كده ألبس نظارات واقية دي. مين المادة دي؟ مين المادة اللي قرفاني دي؟ اسمها ايه يعني؟ قلت لك يا بابا ده كده حاجة واحدة. ثواني امسح لك كلام الفزلوكة. ده كده حاجة واحدة، مادة، ودي كده مادة. مادة ومادة يا مس هيتحدوا مع بعض، هيمسكوا مع بعض، هيديني أكسيد المغنيسيوم. المعادلة لسه فهمها لك بما يرضي الله. طب عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول لك لما ألاقي مادة، ده اسمه عنصر زي ما قلت فوق، وده اسمه عنصر، دي كده حاجة واحدة وحاجة واحدة، واحدة وواحدة الزقهم جنب بعض. غني معايا وقولي يا ولا، غني معايا وقولي يا ولا. أنا متحمسة هيتحمس زي واحدة وواحدة الزقهم جنب بعض. قول معايا، قول واحدة وواحدة الزقهم جنب بعض. الدليل هقول لك الدليل يا بابا. طب ما انا عامله واحده وواحده لزقتهم جنب بعض. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ واحده وواحده لزقتهم جنب بعض. اجيب لك سبوره بيضه وافهمك المعادله دي بما يرضي الله، بالوزن بتاعها بكل حاجه فيها. تعالى يلا بينا. قلت لك تعالى هنجيب سبوره ونفهم المعادله تفصيليا. الاساس لازم يبقى حلو عشان نفهم كويس. قبل ما اقول المعادله هقول لك كذا حاجه. المفروض كده انا بشوف في معادلاتي سهم كده، اللي قبل راس السهم بيبقى اسمها ايه؟ اسمها المواد اللي انا حطيتهم على بعض. يعني حطيت المغنيسيوم في جو من الاكسجين عشان يطلع لي اكسيد المغنيسيوم، فاللي انا حطيتهم دول اسمهم المتفاعلات. اسمهم يا اخواتي متفاعلات. طب اللي انا طلعتهم اللي هو اكسيد المغنيسيوم يبقى دي اسمها نواتج. يبقى انا عندي قبل السهم متفاعلات، عند راس السهم اسمها نواتج. قبل السهم متفاعلات، عند راس السهم اسمها ايه يا اخواتي؟ نواتج. طيب عايزه ايه تاني؟ عايزه اقول لك احنا ساعات نشوف كده حاجات على السهم غريبه، يا اما مثلث، يا اما كلمه اسمها دايل، يا اما حرف كده اسمه CONC كونك، يا اما كلمه كات كده مش قطه يا ولا. لا، ايه الحاجات دي؟ المثلث دي في العلوم معناها حراره. يا ريت تكتب النوتس دي. حراره او سخنا او حصل اشتعال، فكده حراره. دايل دي كده جايه من مخفف، حاطه حمض الهيدروكلوريك المخفف، حمض الهيدروكلوريك المخفف، حمض الكبريتيك المخفف. طب كونك دي معناها مركز، حمض الكبريتيك المركز، حمض النيتريك المركز. طب كات دي مش معناها قطه، اسمها عامل حفاز. فدول بيتحطوا على السهم. ليه يا مس؟ ده شرط تفاعل. شرط ايه؟ تفاعل. يبقى قبل السهم متفاعلات، بعد السهم نواتج. على السهم بيبدأ نحط اللي هي شروط حدوث التفاعل. بس انا لاحظت عند المغنيسيوم كنت كاتبه حرف الجي، عند المغنيسيوم اسفه اس، وعند الاكسجين كاتبه حرف الجي. وعندي يا فزلوكه الحاجات اللي هتحطيها تانية ممكن مثلا HCl هلاقيكي كاتبه كده. ايه ده يا مس؟ عايزه اقول لك
ان الاس دي معناها اللي احنا شغالين على ماده صلبه، شغالين على ماده ايه؟ صلبه. لكن الجي عباره عن ماده ايه؟ هغير لكم اللون، غازيه. ايوه الاكسجين في الجو ده عباره عن غاز، والله ما سايباكم غير ما تفهموا ما تكروتوش الفيديو. والاي كيو ده عباره عن محلول. يعني ايه محلول؟ حاجه بتدوب في الميه يبقى اسمها محلول. فانا عندي كده، يلا سريعا قبل السهم متفاعلات، بعد السهم نواتج، على السهم فيه شروط التفاعل، مثلث يعني حراره، دايل يعني مخفف، كونك يعني مركز، كات يعني قطه، لا كات يعني عامل حفاز، اس يعني صلبه، جي يعني غازيه، كيو ده المحلول بتاعي. نيجي بقى للمعادله. انت توهتينا يا مس، تعالي للمعادله اللي انت قلتي عليها. بص يا حبيبي، كنت بقول لك اللي انا همسك المغنيسيوم ام جي، ارجع للفيديو التاسيسي والمغنيسيوم ام جي راح وفاتن عليه. حلو، ماده صلبه عشان شريط، حطيته على الاكسجين ماده غازيه. بص احنا ولعنا يا ولا في شريط المغنيسيوم، يبقى حراره، يبقى احط الدايل ولا الكونك ولا الكت ولا المثلث؟ شاطر يا ولا المثلث. طب يا مس حبيبه انت محفظالي، احنا خدنا كده اول نوع اللي هو الاتحاد المباشر، واحده وواحده الزقهم جنب بعض، فالزق دول ام جي او. اول ما تلزق المركبين جنب بعض ارجع اتخض وقلبي يدق. في ايه؟ لازم اراجع الصيغه الجزيئيه. يا سواد ليلك لو ما عملتش كده يا مس. صيغه جزيئيه ايه؟ ما ترجع يا عم للفيديو التاسيسي يا عم، بس اختك عندها ضمير. الام جي ده كافئه ثنائي محطوط في كلمه انا حطها لك كاخ مركز، والاكسجين ثنائي، ما هو الكاف دي مركز اللي هي كبريت، والف اكسجين كاخ اهي، فالالف دي اكسجين ثنائي. فانا لقيتهم ثنائي وثنائي فهيطيروا مع بعض بالمنظر ده، فبقى رمزها ام جي او. طيب يا مس ليه الاكسجين كاتبه 2؟ ما تقرفناش. الاكسجين ده هناخدها من العناصر اللي هي ثنائيه الذره، هقولهم لك. ليه بقى يا مس حبيبه الاكسجين كده عنده 2؟ هقولهم لك عشان انا ست جدعه بطريقه الفزلوكه. بص يا عم احفظ. هشام نادى صحابه فدخل بدر يضحك. ليه يا هشام ناديت صحابك فدخل بدر يضحك؟ عايزه امسح دي، مش اشكال. دي جمله كده بطريقه الفزلكه حفظها لك بيها العناصر، لو لقيتها لوحدها زي الاكسجين هيبقى موجوده في صيغه ثنائيه. هشام ده هيدروجين اللي هو H2، نادى نون نيتروجين، لو هي لوحدها اكتب N2. اصحابه الالف اكسجين يبقى O2، فدخل الفاء فلور يبقى F2. البدر اللي هو بدر يعني بروم، فاكتب BR2. يضحك اللي هو اليود، فاكتب I2. ايه ده؟ دول لو لقيتهم لوحدهم اكتبها في صوره ثنائيه الذره، وراهنك ان في مدرس قال الجمله دي. هشام نادى اصحابه فدخل بدر يضحك، لو سمعتها عند حد تاني عارف ان هو واخدها مني يا ولا، ومفيش مشكله، كلنا نساعد بعضينا. فالمهم دول موجودين لو لوحدهم في صوره ثنائيه الذره. طولنا قوي في المعادله دي، ما يلا يا عم بص كده معايا. المغنيسيوم ام جي صلب فحط اس، ده انا بقيت شاطر مع الفزلوكه قوي. الاو اكسجين فحط حرف الجي عشان هو غاز. ده كده احلال بسيط، واحده وواحده الزقهم جنب بعض. يخرب بيتك في شرط التفاعل كان حراره فحط مثلث. المعادله دي بقى موزونه ولا مش موزونه؟ اعرف منين موزونه ولا مش موزونه؟ بعرف من عدد ذرات المواد المتفاعله مع عدد ذرات المواد الناتجه. ابص على المغنيسيوم حواليه حاجه لا يبقى 1، خرج حواليه حاجه يبقى لا يبقى 1، ده برنس موزون. الاكسجين حواليه حاجه 2، خرج حواليه حاجه لا 1. اعمل ايه؟ اوزنه. طب اوزنه ازاي؟ احط الاثنين هنا لا تبقى غبي قدام المركب كله على بعضه.
وكل ما اكتب حاجة ارجع وابدأ من الاول. المغنيسيوم حواليه حاجة، لا واحد، خرج بكام؟ ب2، فحط 2 هنا. ابص كده بقى، الاكسجين حواليه حاجة 2، خرج بكام؟ واحد يقول لي مش حوالي حاجة، واحد اهبل وعبيط. عارف الرياضة اللي هي 2x y؟ الاتنين دي بتاعت الاكس والواي كده في العلوم برضو، ما احنا اخوات. الاتنين دي بتاعت الاو. يبقى بص، ده ب2 خرج ب2 المغنيسيوم، الاكسجين ب2 خرج ب2. اراهنك ان في حد شرح المعادلات بما يرضي الله زي كده. كل معادله هشرحها لك بما يرضي الله. طيب، تاني حاجه بقى من امثله الاتحاد المباشر، ننزل تحت شويه، نطلع فوق شويه. بص بقى يا حبيبي، نشتغل المعادله الثانيه. ايه هي المعادله الثانيه؟ بيقول لك لما اجيب اللي هو سلك المواعين، انت عارفه، اسمه بقى الصوف الفولاذي. اسمه ايه؟ الصوف الفولاذي. لما اجيبه واحطه على لهب بنزل، ده هتلاقيه على الترابيزه اللي انت بتقعد عليها في المعمل، اسمه لهب بنزل، وبولع. ايه اللي يحصل له؟ مس حبيبه، هو مش اسمه سلك المواعين؟ يعني مصنوع من ايه؟ تقولي الالومنيوم، ما انا بقول سلك الالومنيوم. لا، هو مصنوع من الحديد، ولكن احنا بنقول سلك مواعين او سلك الومنيوم ليه؟ عشان بنغسل بيه حلل الالومنيوم، لكن هو مصنوع من الحديد. رمز الحديد Fe، والله العظيم هتندم لو ما سمعتش الكورس. والحديد Fe لما الدنيا حواليه، فتبقى شاطر دلوقتي. يبقى الحديد اروح كاتبه تحت Fe، فعلته مع الجو، فالجو معايا اكسجين. طب الحديد السلك ده ماده صلبه ولا سائله ولا غازيه؟ لا صلبه يا فزلوكه، يبقى اس. يا لهوي على التاسيس يا ولا شاطر. والاكسجين ليه كتبت عشان هشام نادى اصحابه فدخل بدري يضحك، فهتبقى جي كده. قشطه عليك حبيب والديك. مس ده انحلال بسيط ولا مزدوج؟ الولا هيقول لي ده احلال ايه يا مس؟ احنا في اتحاد المباشر، عنصر وعنصر. يبقى انا كده اتحاد مباشر. انت تضحكي عليا ولا ايه؟ واحده وواحده الزقهم جنب بعض، فالزقهم. طيب بس هقول لك على حاجه، انا عندي لما الصوف الفولاذي يبدا يتفاعل مع الاكسجين، بيبدا يكون لي حاجه اسمها المغناطيت او الحديد المغناطيسي، رمزه Fe3O4. طيب هو حالته صلبه ولا سائله ولا غازيه؟ لا، ده اس حالته صلبه. طب يا مس حبيب الله عليكي، ايه شرطه بقى؟ انت اشتغلتي وطلعتي النتيجه من غير شرطه اللي انا اولع حراره تسخين. يبقى دايل ولا كونك ولا مثلث؟ لا مثلث. والله انت كده عيل برنس. يا رب حد يكتشف الخطا اللي احنا هنعمله دلوقتي، او هو موجود، احنا هنحل صح هو موجود، يكتب لي قبلها في الكومنتات. بص معايا حبيبي، عايزين بقى نوزن المعادله الجباره دي. ابص على عنصر في المتفاعلات والنواتج. اجي ابص مثلا على الحديد هنا مش حوالي حاجه، يبقى 1 خرج حوالي كام؟ 3. اعمل ايه؟ اخلي الحديد 3. طب الوزن بيتحط فين؟ قدام، اروح كاتبه رقم 3 زي الفل. طب بص كده على الاكسجين 2. طب هو خرج كام يا ولا؟ 4. طب الاتنين دي عشان نخليها 4 اضرب في كام؟ اضرب في 2. طيب بص، فين الغلط بقى؟ شايف المعادله فوق محطوطه في 2 وانا كتبتها تحت، فالاتنين دي هتتعدى تبقى 3. انت فهمت المعادله ولا ما فهمتش؟ عايزاك تفرحني تقولي فهمت يا مس. طيب بص بقى معايا يا عسول، تعالى ننزل تحت شويه. دلوقتي انا معايا هنا، لو انا جبت سلك نحاس، النحاس رمزه سيو، النحاس ايه؟ سيو، والنحاس سيو راح وقلبوه، وجبت معاه الاكسجين اللي هو O2. يلا نوع التفاعل ده ايه؟ واحده وواحده الزقهم جنب بعض. ايوه واحده وواحده الزقهم جنب بعض في انهي اغنيه؟ الاتحاد المباشر، فCuO. طيب يا مس، النحاس ماده ايه؟ النحاس ماده صلبه، اكتب اس. والاكسجين غاز، اكتب جي. هعدل لك دلوقتي الصفحه اللي مش باينه قدامك دي. واكسيد النحاس اللي بيطلع دي طبقه صلبه، فاكتب اكس اس. طيب عندي حلوين، الطبقة اللي بتتكون من أكسيد النحاس دي لونها أسود. لونها إيه؟ أسود. لونها إيه يا حلوين؟ أسود. يبقى عند تفاعل النحاس مع الأكسجين يكون طبقة سوداء من أكسيد النحاس. طيب بصوا يا حلوين بقى معايا، قال لي حبيبي ملحوظة كده واستنتاج تحت.
معظم الفلزات بتتحد مع الأكسجين. كل اللي أنا شغالة فيه فلزات، ولو رجعت كورس التأسيس هتعرف مين الفلزات ومين اللي فلزات، بس بتختلف في حاجة اسمها النشاط الكيميائي. يعني عندي البوتاسيوم أعلى من الصوديوم، وده هناخده ما تقلقش. فأنا عندي في اختلاف في النشاط الكيميائي، وهنعرف كل واحدة دلوقتي. يعني عندي مثلا المغنيسيوم أنشط من الحديد، وعندي الحديد أنشط من النحاس. دي حاجة اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي، هنبدأ نعرفها دلوقتي. بص بقى معايا يا عسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا حلوين، هنبدأ تاني حاجة اللي هي شاطر اللي افتكرت ان الحلال. فأنا معايا كده أول حاجة اتحاد مباشر، تاني حاجة معايا انحلال، تالت حاجة معايا إحلال. الإحلال ده في منه كام نوع؟ يلا شاطر، بسيط ومزدوج. إحنا خلصنا حبايب قلب المس أول واحدة. تعالى بقى الانحلال. شايف الاتحاد كانوا 2 بنجمعهم على بعض، في الانحلال هنفكهم عن بعض. عندي اهو في الانحلال كانوا 2 جنب بعض، احنا هننحلهم، يعني هيبقوا بعاد عن بعض، فكل واحدة هتبقى لوحدها. فدي تفاعلات كيميائية. ببدأ أفكك المركب ده كله على بعضه. ليه مركب؟ ما أنا فهمتك يا ولا، حاجتين مختلفين ركبناهم على بعض يبقى اسمها مركب زي كده. هبدأ أعمل إيه؟ باستخدام الحرارة أو الضوء، ولا حرارة يبقى رمزها إيه؟ مثلث على رأس السهم. هتبدأ تتفكك لكل واحدة تروح لوحدها، كل واحدة تروح لوحدها، كل واحد يروح في حاله، يبقى دي اسمها العناصر البسيطة أو العناصر الأولية. فكل واحدة تروح لوحدها. يبقى عكس الاتحاد. الاتحاد كانوا كل واحدة لوحدة جمعهم مع بعض، لكن الانحلال الاتنين مع بعض كل واحد تبقى لوحدها. تعالى بقى ونقول بسم الله. أول واحدة معايا اللي هو أكسيد الفلزات. ليه فلزها؟ في الكورس هتعرف إن الزئبق فلز. أنا عمالة أعيد وأزيد إن الكورس مهم، اللهم بلغت. فأنا معايا هبدأ أعمل انحلال لأكسيد الزئبق. بس حبيبة، أكسيد الزئبق الأحمر ده بيتكتب إزاي؟ بص يا حبيبي، أكسيد الزئبق هيبقى رمزها، أنزل سهم عشان أكتب الزئبق HG، الأكسيد اللي هو O. بعد السهم والرمز اللي سمعوا التكافؤ، هنا ثنائي وهنا ثنائي، أعمل إيه؟ أطيرهم مع بعض، فيبقى رمزه HGO. ماليش دعوة باللي قدام ده الوزن. المهم هعمل الانحلال ده هو قايل لي يا إما حرارة يا إما ضوء، صح؟ هنعملها بالحرارة، يبقى على السهم مثلث. هيبدأ يتفك المركبات البسيطة أو المواد الأولية، فبالحرارة هيبدأ يتكسر كده ل HG والO. طب أكسيد الزئبق المادة اللي جوه دي والله عاملة زي البودر كده، لونها إيه؟ لونها أحمر. حلو. مادة صلبة ولا سائلة ولا غازية؟ صلبة، حطيت اس. فبقت زئبق لوحده. الزئبق ده حاجة سائلة، فليكويد ال تتحط هنا ال، والاكسجين اللي هو حرف الجي. طب يا مس حبيبه، هي دي كده موزونه ولا مش موزونه؟ اسيبك من اللي هو محطوط كده، اللي قدام ده الوزن احنا هنوزنه. بص حبيب قلب المس، اتفكت اهو بقت O2. اعمل ايه؟ ابدا امسك عنصر. هي الاتش جي حواليها حاجه؟ لا، واحد. خرجت حواليها حاجه؟ لا، يبقى واحد في العلوم. الاكسجين حواليه حاجه؟ لا، يبقى واحد. خرجت حواليه حاجه؟ 2. طب اعمل ايه؟ اوزن اللي بتاعت واحده دي. انا دايما بسعى ان انا اكبر في عدد الذرات، فالوحده دي اكبرها. طب احط الاتنين دي هنا؟ لا، احطها قدامها. وغني معايا وقول كل ما اكتب حاجه ارجع وابدا من الاول، كل ما اكتب حاجه ارجع وابدا من الاول. كده الزئبق داخل ب2، خرج مفيش حاجة، لازم أخلي 2، فأحط الاتنين قدامه. الأكسجين داخل ب2، خرج ب2. الله عليك يا مس حبيبة، شطورة. نفسي أبقى شاطرة زيك في المعادلات. إحنا ماشيينها واحدة واحدة، حتى لو الفيديو طول عادي، أنا مش عايزة أشرح بسرعة، أنا عايزاك أنت تفهم. حلو. يبقى أنا معايا أكسيد الزئبق اللي لونه أحمر. بيبقى الزئبق لوحده لو بتعرفوا وتشوفوا لونه فضي ويطلع غاز الأكسجين. تعالى نعمل تاني حاجة معايا، انحلال لكربونات الكالسيوم. يلا نكتبها، مش هحفظها لك وخلاص. كربونات الكالسيوم دي عاملة زي هي مكتوبة هنا، أنزل سهم. الكالسيوم رمزه Ca،
كربونات CO3 بعد السهم، وكتبت الرمز ايه يا شطور اللي بتسمع كلام اختك حبيبه؟ ثنائي. كانت في كلمه كأخ بمركز، الكاف دي كانت بتاعت الكالسيوم ثنائي. طب الكربونات مش دي مجموعه ذريه على بعض؟ اي مجموعه اولها كاف تكافؤها ثنائي، ثنائي وثنائي خلاص طاروا مع بعض، فيبقى رمزها CaCO3. بالحراره هتبدأ تتفكك للمركبات الأولية. أنا دايما في دي ببدأ أقول أي حاجة تيجي من ريحة الحبايب تطمن قلب المشغول عن قلب اللي غايب. دايما هيديني أكسيد الحاجة، فده اداني أكسيد الكالسيوم، الأكسيد اللي هو الأكسجين والكالسيوم أهو. طب إيه أي حاجة تيجي من ريحة الحبايب بتطمن قلب المشغول عن قلب اللي غايب؟ ربنا يرحمهم يا رب. عندي الكربونات CO3، فثاني أكسيد الكربون اللي طالع شبهه، يبقى هتيجي فكمل. أنا شاطر وعارف إن الفزلوكة قايلة لي أي حاجة تيجي من ريحة الحبايب. حلو. كربونات الكالسيوم المادة المحطوطة هنا هي مادة صلبة أهي، مادة صلبة فحطت اس. بالحرارة بقت أكسيد الكالسيوم مادة صلبة فحطيت اس، طلع لي غاز ثاني أكسيد الكربون فحطيت جي. تعالى أشوف المعادلة دي موزونة ولا مش موزونة، ولو موزونة ربنا يبارك لها، لو مش موزونة هتدوشنا شوية. أبص كده، هي الكالسيوم حواليه حاجة، ببدأ من الأول بفتح الباب وبسم الله وببدأ. الكالسيوم حواليه حاجة؟ لا واحد. خرج حواليه حاجة؟ لا يبقى واحد. السي حواليه حاجة؟ لا يبقى واحد. خرج حواليه حاجة؟ لا يبقى واحد. الأكسجين حواليه كام؟ 3. خرج بكام؟ 1. أهبل وعبيط في 2 أهو، يبقى 1 و2 3. يبقى فعلا المعادلة موزونة. تعال نجرب حظنا ونفتكر. لما مسكنا شريط المغنيسيوم وسخناه في الهواء وعملت أكسيد الزئبق الأحمر، إيه نوع التفاعل؟ يلا افتكر أقسم لك السبورة، أحل كده. المغنيسيوم لما حطيته في الأكسجين واحدة واحدة نلزقهم جنب بعض، يبقى نوع التفاعل هنا اتحاد مباشر. طب لما مسكت أكسيد الزئبق وعملته بالحرارة، إيه ده؟ بدأت أخليهم كل واحدة لوحدها في جنب، يبقى ده انحلال حراري أو اللي هو الانحلال، فكل واحدة هترجع وتبقى لوحدها. طب إيه النتيجة اللي طلعت مع ذكر الحالة الفيزيائية واللون؟ تعالى شوف النتيجة اللي هنا. قلنا والله هلزقهم جنب بعض، فطلع معايا أكسيد إيه شاطر، اسمه أكسيد إيه؟ برافو، مغنيسيوم. وقلنا صلبة ولا سائلة ولا غازية؟ حطينا تحتها اس، يبقى برافو عليك صلبة. أغير لك اللون هنا. قلنا أكسيد الزئبق لونه إيه؟ أحمر. طلع الزئبق لوحده لونه إيه؟ فضي، وحالته إيه؟ صلبة. الله عليا، الله عليا وعلى شطارتك اللي بتجاوب، شاطر يا ولد. تعالى ننزل تحت يلا وناخد تالت نوع، وهانت هانت هانت. ده في أغنية ده وجميل ده. يبقى احنا خلصنا الاتحاد المباشر اللي هما 2 بقوا 1، والانحلال كانوا 1 بقوا 2، اتفرقوا والله اتفرقوا. وعندي آخر حاجة الإحلال البسيط والمزدوج. البسيط سهل والمزدوج سهل جدا، بس بنبدأ من البسيط نشتغل على حاجة اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي. مين أنشط من مين؟ النشط الشاطر يزق الخايب، ده اللي هنعرفه دلوقتي. تعالى معايا في الإحلال البسيط، ده تفاعلات كيميائية والله. بيجي عنصر يجي محل عنصر آخر في محلول أحد مركباته. يعني إيه؟ بص كده، إيه ومعايا بي وسي، فجأة بص ألاقي الإيه مع السي والبي لوحدها. إيه ده؟ معناه إيه الكلام ده؟ هتفهموا دلوقتي إن الإيه دي كانت انشط من البي، فرزعتها في اخر المعادله، قالت لها غوري انا انشط منك، وجت هي مكانها مكان السي. عارف كده ترتيب الاوائل، لما واحد يطلع الخامس جاي يقف مكان التاني، فالتاني فاكر ان هو هيسيب حقه ولا لا، فطلع المركز التاني راح شاط الخامس في الاخر وهو وقف في مكانه. ايوه فهمت كده، يعني الانشط بيزق. طب هو انا اقعد احفظ الانشط بقى مس، مع اني هحفظها لك بحدوته جميله وخد عبره منها كمان شويه، بس يا حبيبي اقول لك على حاجه، خد الاولى مع الثانيه واللي بقى ارميه.
ايه ده يا فزلوكه، ايه ده يا فزلوكه، الله الله على الطريقه بتاعتك. خد الاولى مع الثانيه في الاحلال البسيط، خد الاولى مع الثانيه، هقول لك كده في المزدوج في الاحلال البسيط، خد الاولى مع الثانيه، فاخد الايه مع السي بالمنظر ده، وده هرميه في الاخر. في منه انواع لازم احفظ ان نوع التفاعل اللي هو الاحلال البسيط في منه 3 انواع. اول حاجه احلال فلز محل هيدروجين الميه، فلز هيجي مع الميه. بعد كده احلال فلز، هجيب الفلز واحطه محل هيدروجين الحمض، يعني حمض الهيدروكلوريك، حمض الكبريتيك مثلا، كل دي احماض عشان اولها اتش. واحلال فلز محل فلز اخر، هيجي فلز مكان فلز في محاليل احد املاح. طيب يا حلوين، انا قلت لك هنعمل ايه؟ لازم اركز في الاحلال ده على متسلسله النشاط الايه؟ الكيميائي. بص يا حبيبي، عليك يا حبيب قلب المس تحفظ دي واسمها متسلسلة النشاط الكيميائي. ايه هي المتسلسلة؟ برتب الفلزات اللي هي بتفقد تتحول لايون ايه؟ اللي سمع الكورس شابو يا ولد، شابو، تتحول لايون موجب. فانا عندي برتب الفلزات اللي هي بتبقى ايون موجب من الكبير للصغير. في كي جي 2 مش انشراح قالت لك تنازلي من الكبير للصغير حسب درجة النشاط الكيميائي، فدي اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي، أو بقول عليها السلسلة الكهروكيميائية. برتب الفلزات تنازلي حسب درجة النشاط الكيميائي. بص يا حبيب قلبي، لازم أحفظ دي بالترتيب، واوعى سواد ليلك تبدل عنصر مطرح عنصر. يا لهوي، اقعد احفظ بوتاسيوم، بعد كده صوديوم، بعد كده ليثيوم، بعد كده باريم، بعد كده كالسيوم، بوتاسيوم صوديوم ليثيوم باريم 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 كالسيوم، مغنيسيوم ألمونيوم خارسين، مغنيسيوم ألمونيوم خارسين، مغنيسيوم ألمونيوم خارسين. احفظ بوتاسيوم صوديوم ليثيوم باريم كالسيوم مغنيسيوم ألمونيوم خارسين، ألمونيوم خارسين، وخلي بالي الألمونيوم قبل خارسين. ليه كده؟ هو أنا مش اسمي الفزلوكة ولا إيه؟ هنهزر. اديتك طريقة طبعا. بص معايا على السول، البوتاسيوم أوله ب. تعالى يا قلم، تعالى يا قلم، وتعالى لاخواتي. البوتاسيوم أوله ب، بقى اسمه بوسي. الصوديوم أوله صاد، صحبة. أوله لام، الليثيوم صاحبة لوسي. الباريوم أوله ب، سيبك من الألف واللام دي ملهاش لازمة، لوسي وباسم. الكالسيوم أوله كاف، كانت. أولها ميم، مشة. سيبك من الألف واللام، لام لوحدها. سيبك من الألف واللام وخد الخاء، خالد ماله حبها. قالت له ايه بقى البت بوسي؟ قالت له روح هاتلي نحاس زي المتواضعة، فضة بلاتين هتبقى بلاش. يا لهو عليكي دهب، يا لهو عليكي، يا لهو عليكي يا بنتي يا بصي يا متواضعة. قالت له روح هاتلي زي الفضة، مش عايزة دهب، ده ما بتفهمش دي. فأنا عندي بوسي صاحبة لوسي وباسم، كانت ماشية لوحدها، خالد حباها، قالت له روح هاتلي نحاس زي الفضة بلاش دهب. ما يلا نحفظ. بوسي صاحبة لوسي وباسم، كانت ماشية لوحدها، خالد حباها، قالت له روح هاتلي نحاس زي الفضة بلاش دهب. مرة كمان، بوسي صاحبة لوسي وباسم، كانت ماشية لوحدها، خالد حبها، قالت له روح هاتلي نحاس زي الفضة بلاش. طيب دي اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي. عايزة تقولي ايه؟ عايزة قلت لك انا رتبتها تنازليا، يعني من الكبير للصغير، فاللي فوق دول اكثر نشاطا واللي تحت متوسطة. بعد كده الهيدروجين ده بيبقى مرجع اللي انا اقارن بيه، اللي فوق هيجي مكانه. بعد كده اللي تحت دول في اقل نشاط، والبلاتين والذهب اقسم بالله لو قعدت تتعقب من هنا الصبح مش هيدفعني. طيب بص بقى معايا، انا عندي حلوين، الصوديوم يجي مكان النحاس. ليه يا مس؟ عشان هو اعلى منه في النشاط فوق الهيدروجين، لكن النحاس ما يقدرش يجي مكان الصوديوم عشان هو تحت الهيدروجين، فلا يحل محله. تعال نشوف الكلام اللي هو مكتوب كتير ده.
إحلال فلز محل هيدروجين الماء. تحل الفلزات التي تسبق الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي. أيوة، أي حاجة فوق الهيدروجين هتنط وترميه. أنا مركز أول يا ولا، جاي تقف مكاني ليه؟ أنا مركز تاني، جاي تقف مكاني ليه؟ اترمي في ورق الخامس أنت. فأي حاجة فوق تحل محل. وأكون هيدروجين المية عشان هيبقى معايا مية. مثال على الكلام ده، لو جبت الصوديوم Na ضرب الصوديوم Na ضربة قوية على ايديه. الصوديوم ده بطبعه قليل في الكثافة. عايزة تقولي ايه؟ عارف لما انا بعمل لك تجربة في اولى اعدادي، اجيب مية واحط نقطة زيت فوق، الاقي الزيت بيعوم على وش المية. ليه؟ ايه السبب؟ عشان هو اقل في الكثافة، صح؟ فانا عندي يطفو الصوديوم على سطح الماء. ليه؟ عشان بتبقى كثافته اقل من كثافة المية. طيب ايه اللي يحصل بقى؟ هتبدأ ان هي تتحرك وتبدأ تتفاعل، بس هخش جوه، يعني حتة الصوديوم دي تترمي تحت، لا، تتفاعل على سطح المية. فلما تتفاعل على سطح المية هيحصل فوران شديد جدا جدا جدا، وهيحصل متفرقعات عالية جدا. ليه؟ عشان هو في أول متسلسلة، ده هو المركز التاني ولا بوسي صوديوم صاحبة تاني حاجة بوسي بوتاسيوم تاني حاجة صوديوم، فده كده عالي جدا في الشدة. تعالوا نشوف الكلام ده. بس حبيبة، يحل الصوديوم محل الهيدروجين ويتكون هيدروكسيد الصوديوم القلوي ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة. هعيط يا مس، هعيط، العلوم صعب. مش صعب، تعالى تعالى اهدى بالله عليك. انا بقول لك صوديوم، بيقول لك اعمل لي الصوديوم، عملت ايه اهو، هغير لك اللون. بيقول لي مع الميه، الميه اهي. مس حبيبه، ايه ده؟ انت مش قلتيلي عنصر مع مركب اخد الاولى مع الثانيه؟ والله العظيم قلت كده فوق، قلت اهو، قلت اخد الاولى، سيبك من الهبل ده وارجع للمتسلسل، خد الاولى مع الثانيه يا ولا، وانت ساكت يا ولا، اوعى تعيط يا ولا، قلبك جامد يا ولا، افهم بس الصح. طيب اخد الاولى مع الثانيه ازاي؟ فك الميه، افكها الاتش و اتش، فابدا اخد Na مع OH، فتبقى كده Na OH، واللي اتبقى ارميه يا ولا، اللي اتبقى ارميه. ايوه، اتبقى مين؟ اتبقى لي الاتش، فالاتش دي تطلع بره. طب ما انا قايله لك مش هشام نادى اصحابه فدخل البدر يضحك، دول لو كتبوا لوحدهم يبقى في صوره ثنائيه الذر، اهو طلعتها في صوره ثنائيه الذر. طب يا مس حبيبه، ايه اللي حصل؟ انا عندي التفاعل ده بيبقى نار وفرقعه كبيره جدا، فانا عندي فيه حراره بتطلع، الحراره اللي بتطلع بيبقى اسمها هيت مرميه في الاخر كده. هيت يعني حراره. طيب الله عليك، والله انا ميرسي جدا، بس عايزه افهم الحاجات اللي تحت دي. بص يا حبيب قلب المس، الصوديوم ده قطعه صوديوم بجيبها كده عامله زي الطباشير، ماده صلبه. الميه صلبه ولا سائله ولا غازيه؟ سائله، يبقى ال. طب هيدروكسيد الصوديوم، ليه هيدروكسيد؟ عشان OH هيدروكسيد يعني قلوي، ارجع للكرسي يخرب بيتك. فان OH ده هيدروكسيد الصوديوم عندي بيبقى محلول، لان القلويات والاحماض ما بيبانش خواصها غير لما بتدوب في الميه، فاي حاجه بتدوب في الميه يبقى اسمها محلول. وارجع للسبوره البيضاء كتبت لك المحلول AQ. المهم، وغاز الهيدروجين G، وطلع معايا الحراره، اشوفها موزونه ولا مش موزونه. في الاخر اختك الفزلوكه هتديك التركه. الصوديوم مش حواليه حاجه هيبقى واحد، خرج مش حواليه حاجه هيبقى واحد. الهيدروجين دخل باتنين خرج باتنين، الله عليك. عندي بعد كده الاكسجين معايا دخل بواحد خرج بكام؟ بواحد. ايه ده يا مس؟ عيدي تاني، الصوديوم دخل بواحد خرج بواحد، الهيدروجين دخل باتنين خرج، ادي واحدة واتنين تلاتة، يبقى مش موزون. طب ايه الحل؟ اعمل ايه؟ ممكن تاخد التركة من اختك حبيبة عشان معدات الوزن دي صعبة شوية. لو لقيت معادلة اخرها OH كده، OH حط قدامها رقم 2 واسمع الكلام، اسمع كلامي، حط قدامها رقم 2 اهو. وكل ما اكتب حاجه هنعمل ايه؟ ارجع وابدا من الاول. الصوديوم مش حواليه حاجه يبقى واحد، بس خرج باتنين، اعمل ايه؟ احط قدامه 2. الهيدروجين حواليه 2 خرج بكام؟ بص يا ولد، ادي 2 و2
يبقى 4. يبقى هو محتاج كام قدامه؟ محتاج 2. طب ابص كده على الاكسجين، بص على الاكسجين، الاتنين دي مضروبه فيه يبقى دخل ب2 خرج ب2. هذا من فضل ربي، المعادله موزونه. اديتك التركه الجهنميه، معلومه جهنميه من الدرجه العفريتيه. ولا لو لقيت او اتش حط قدامها رقم 2 يا ولا، واسمع كلامي يا ولا. فانا عندي كده الصوديوم مع الميه فبقت NaOH، طلع الهيدروجين. طبعا انت فهمت كل ده اجى منين. طيب بيقول لك عشان هو بيبقى فيه فرقعه كتير جدا، فانت استخدم قطعه صغيره من الصوديوم. بلاش قلبك يتجمد كده وترمي حاجه في يعني قد حجم القلم، الاوضه اللي انت قاعد فيها كلها تولع. فانا بستخدم قطعه صغيره جدا من الصوديوم. ليه؟ عشان والله التفاعل ده هيبقى مصحوب بفرقعه شديده. طب انا بقى عشان اعينه فين؟ بحطه تحت سطح الكيروسين. دي حاجه عامله زي الزيت يعني. ليه؟ انا هو عشان شديد جدا ده بوصي صاحب التاني حاجه، فهو بيبدا يتفاعل مع بخار الهواء الجوي، بخار الهواء H2O، فيبدا يتفاعل معاه. فانا مش عايزاه يتفاعل معاه، فبعينه تحت سطحه الزيت دي اللي هي الكيروسين عشان يعمل عازل يعني ما يتفاعلش ويحصل لا قدر الله حاجه وحشه. طيب ليه في المعمل حته صوديوم ولعت احط عليها ميه اكتر؟ لا انت كده فهمت. اجيب كميه من الرمله عشان ما ينفعش اطفيها بالايه؟ بالميه. الله عليك يا ولد. ملحوظه: بينما يتفاعل فلز الصوديوم فورانا وبشده مع الماء البارد، بينما يحتاج المغنيسيوم Mg الى كميه من الطاقه الحراريه ليبدا تفاعله مع الماء، مما يدل على ان المغنيسيوم اقل في النشاط. ما انت عارف. تيجي نقول القصه: بوسي صاحبة صوديوم اهو، صاحبة ايه؟ لوسي وباسم كان مشى مغنيسيوم، ده المغنيسيوم اقل اهو. ففعلا الصوديوم اول ما يتحط في الميه سواء بارده او مغليه هيتفاعل، لكن المغنيسيوم انا محتاجه حاجه تحفز التفاعل ده، فيا اما هعمل التسخين يا اما احط عامل حفاز. فهنا بيتكلم على اللي هو تسخين طاقه حراريه. طيب تعالى مديني حاجه كمان على الاحلال. مديني حاجه كمان على الاحلال. احلال فلز محل هيدروجين الحمض. ما احنا اخدنا محل هيدروجين الماء، يعني انا اهو حطيت ميه اهو. لا احنا هنا هنعملها محل هيدروجين الحمض. ايه اللي يحصل؟ ارجع ابص كده قبل ما اشتغل التجربه بتاعتي. المغنيسيوم ده قبل الهيدروجين. بوسي صاحبه باسم كانت ماشيه مغنيسيوم لوحدها. خالد حباه قالت له روح هات لي المغنيسيوم فوق فيحل محله. ما اي حاجه فوق الهيدروجين يحل محله، تحت لا ما تجيش، ما يحدثش تفاعل. فانا عندي كده هيحل محله. انا قلت لك يا بابا عنصر مع مركب. هنقعد نقول والله انا المركز الرابع وانت تحت، فانا هزقك تترمي في الاخر، فانا هاجي جنبك. اختك الفزلوكه قالك ايه؟ خد الاولى مع ايه واخلص الثانيه. اول ما لزقتهم جنب بعض ارجع التكافؤ. حلو. اتبقى لي مين؟ الهيدروجين. هشام فهيبقى هنا 2. المهم اول ما اكتبها كده اراجع التكافؤ. رجعت التكافؤ MgCl كأخ بمركز ثنائي أحاد. يا لهوي مختلفين يا لهوي. لو ما غيرتش وعملت مقص اعمل مقص كده. الMg قدامه رقم 1 والواحد ما اتكتبش، والCl كده قدامها رقم 2، فيبقى بالمنظر ده. ايه ده؟ طلعت اهي وسهله. بس انا بقول لك انا هستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف. كلمه مخفف دي اترجمها ازاي؟ انت قلتي يا مس، قلتي على السهم فكتبت على السهم دايل. طب تعالي نرجع نشوف الحاجات اللي تحت. عندي المغنيسيوم حاجه صلبه اهي، شريط من المغنيسيوم اهو. تعالي خليني اوري اصحابي. اهم شريط من المغنيسيوم. يبقى انا عندي دي ماده صلبه، فعندي سوليد اهي ماده صلبه. وعندي المحلول AQ، ما اي حمض او قلوي بيبقى محلول. بعد كده مش كلهم طبعا، بس اللي عليك في المنهج بيبقى محلول. بعد كده معايا كلوريد المغنيسيوم AQ عشان محلول، وغاز الهيدروجين G. موزونه؟ لا مش موزونه. تعالى نوزنها يا عم، تعالى نوزنها. هكتبها لك هنا عشان انت توزنها معايا، بعد كده نرجع احنا براحتنا. MgHCl. يلا احلال بسيط ولا مزدوج؟ لا واحده عنصر مع مركب يبقى بسيط، اخد الاولى مع الثانيه، فيبقى كده MgCl2. فهمت؟ ربنا يبارك لك وتخش الجنه يا مس حبيبه. ابقى لي واحده يبقى H2. اوزنها ازاي بقى يا مس؟ ارجع واشوف. بسم الله. المغنيسيوم ده حواليه حاجه؟ لا يبقى 1. خرج حواليه حاجه؟ يبقى لا 1.
تمام. الهيدروجين حواليه حاجة واحد، لأ واحد، خرج حواليه حاجة اتنين، فأعمل ايه؟ أخليه اتنين وارجع ابص. الهيدروجين داخل باتنين خرج باتنين، السي ال داخل باتنين خرج باتنين اهو. يبقى أنا وزنت المعادلة بتاعتي. شطور يا حبيبي. المهم جايب لك شوية حاجات برضو شبهها، يعني راجل مش سايبك. بيقول لك الخرسين بيتفاعل في الحال، والحديد هياخد فترة، والنحاس عدم تصاعد في القاعات الغازية اهو. خرسين بسرعة متفاعل، كل دي في القاعات عشان حصل تفاعل، والحديد بطيء شوية، والنحاس مش هيحدث حاجة. فزلوكة هتسيبينا؟ والله ما هسيبك، هفهمك واحدة واحدة. عند الخرسين بص، بوسي صاحبة باسم ولوسي كانت ماشية لوحدها، خالد خرسين حبها حديد تحتها. يبقى أنا عندي الخرسين أنشط من الحديد، عشان كده قال لك إن الخرسين هيحدث تفاعلات كيميائية كتير والحديد أقل. المهم الخرسين زد ان، حمض الهيدروكلوريك HCl، عندي هو مخفف كتبنا دايل، بسيط ولا مزدوج؟ احلال بسيط عشان واحدة عنصر مع مركب، فخد الأولى مع الثانية. أول ما كتبتهم رجعت التكافؤ، أختك حبيبك قايلة لك ده خرسين محطوط في كلمة خرسين ثنائي بكيفي أحادي، أسكت ما اسكتش، أروح عاملة مقص، فالزد ان قدامها رقم 1 والسي ال 2. اتبقى لي غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة. طيب موزونة؟ لا مش موزونة. بصيت كده على الهيدروجين خرج باتنين، حطيت قدامه اتنين، حلو، يبقى كده الهيدروجين دخل باتنين خرج باتنين. عندي السي ال دخل باتنين خرج برضو باتنين، يبقى انا كده وزنتها. وزنهم بيبقى شبه بعض عموما. تعالى هنا، جبت الحديد مادة صلبة، حطيته على حمض الهيدروكلوريك، الحمض اكيو محلول، على السهم معايا دايل، اعمل ايه؟ خد الاولى مع الثانية، فبقى FeCl. في الحالة دي الحديد تكافؤ ثنائي وبكيف الكلور احادي، اسكت يخرب بيتك ما تسكتش هتروح في داهية. يبقى الاف قدامها رقم 1 والواحد ما بيتكتبش، والCl قدامها رقم 2، فيبقى بالمنظر ده ويتصاعد غاز الهيدروجين. أوزن المعادلة، أوزن المعادلة. الحديد مش داخل بحاجة يبقى واحد، ما خرجش بحاجة يبقى واحد، زي الفل زي الفل. الهيدروجين خلي بالك الوزن ده هو اللي حطه، الهيدروجين مش حوالي حاجة يبقى واحد، خرج بكام؟ باتنين، فاضطر إن هو يحط اتنين هنا. طب السي ال كده دخل باتنين عشان زي الرياضة 2xy، برضو الاتنين دي بتاعت الاتش والسي ال، فالسي ال كده دخل باتنين خرج معايا باتنين اهو. طيب بص هنا، يلا احلال بسيط ولا مزدوج؟ عنصر مع مركب، احلال بسيط هتعمل ايه؟ اخد الاولى مع الثانيه. اخدت الاولى مع الثانيه غلط، هو مش النحاس يا بابا تحت الهيدروجين؟ يبقى لا يحل محله، يبقى لا يحدث تفاعل. لا ايه؟ لا يحدث تفاعل، فاختار لا يحدث تفاعل. تعالى بقى ننزل تحت شويه. تبعا لمتسلسلة النشاط الكيميائي، فإن الفلز اللي في الأول في المتسلسلة يمكن أن يحل الفلز اللاحق في متسلسلة النشاط الكيميائي في محاليل أحد أملاحه. إزاي؟ أنا دلوقتي معايا مغنيسيوم ونحاس. بص كده، بوسي صاحبة باسم كانت ماشية مغنيسيوم لوحدها، خالد حبة قالت له روح هاتلي نحاس، يعني المغنيسيوم فوق النحاس يحل محله. فبيقول لك ده فلز وده فلز، اصل المتسلسل عباره عن فلزات تقدر تحل محله، فيمكن للمغنيسيوم ان يحل محل النحاس في محاليل احد املاحه، بس ما اقدرش احدث العكس، ما ينفعش النحاس يجي لي مكان المغنيسيوم. ليه يا عسل؟ ليه يا سكر؟ لان المغنيسيوم يسبق النحاس في متسلسله النشاط الكيميائي، يعني اكثر منه ايه؟ نشاطا. تعالى بقى نشوف اللي بعد كده، تطبيق حياتي. بنجيب المعالق بعد شويه بنلاقيها صدت، مش عيب مننا، لا هي بتتفاعل مع الهواء، الهواء فيه كبريتيد الهيدروجين، فيبدأ الفضة يمسك في كبريتيد الهيدروجين ده، فيبدأ يبقى يكون طبقة سوداء اسمها كبريتيد الفضة. كبريتيد الايه؟ الفضة بتاعتي، كبريت الفضة. طيب يا مس حبيب، الطبقة دي لونها ايه؟ اسود، عشان كده بيبدأ يصدي على طول، مالكش دعوة باللي انا كتبتها، انا كتبتها لك من باب العلم بالشيء.
طيب عشان كده ابدا اعمل ايه؟ ابدا انا انضفها، اجيب بيكربونات من عند العطار اسمها بيكربونات الصوديوم، وابدا احطها في ورق من الالومنيوم. ليه بقى يا مس حبيبه؟ والله الالومنيوم ده اكثر نشاطا من الفضه، يعني لما يجي يتفاعل مع الهواء الالومنيوم ده فوق. يعني تعالى نراجع كده، بوسي صاحبة باسم ولوسي، لوسي الومنيوم كانت ماشيه لوحدها، خالد حبها قالت له روح هات الحاجه زي الفضه، الفضه تحت، فانا الفها بالالومنيوم عشان الالومنيوم هو اكثر نشاطا فيتفاعل اسرع منه، فعشان كده حافظ عليه لما احطها في الومنيوم مع بيكربونات الصوديوم. تاني يا مس، عايزه انضف انا اللي تكون بقى الطبقه السوداء من كبريتات الفضه، افعل الالومنيوم مع بيكربونات الصوديوم عشان هو اكثر نشاط، فيبدا ان هو ازيل الطبقه دي. انا هسيب لك الملزمه دي، انا عايزه اشوف حل الاسئله دي، اكتبها لي في الكومنتات عشان اللي هيحل معايا زي ما قلت لكم قبل كده هبعت له الكتاب بتاعي مجانا مكانه، وهخليه يشترك في المنصه ان شاء الله مجانا، اكتر واحد بيحل. طيب ننزل تحت شويه نحل المفهوم العلمي ده. كسر الروابط الموجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة. شاطر، ده تعريف التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي. طب أنا رتبت الفلزات تنازلي، اسمها السلسلة الكهروكيميائية أو متسلسلة النشاط الكيميائي. حلو. تفاعلات كيميائية، إحلال عنصر محل عنصر، لما يجي عنصر محل عنصر. اللي كانت كده يعني يا مس اخد الأولى مع التانية دي، قصدك دي عنصر مكان عنصر، يبقى ده اسمه إحلال بسيط. بقية الأسئلة انتوا اللي هتجاوبوا عليها بعد ما تذاكروا. طيب عشان ما تحبطوش، بس هي أسئلة سهلة وبسيطة والله، هتلاقي كله قلناه. خلاص هانت، قربنا نخلص. تفاعلات الإحلال المزدوج. إيه هي تفاعلات الإحلال المزدوج؟ مش الإحلال البسيط كنت باخد عنصر مع مركب؟ قال لي الإحلال المزدوج يا لهوي مش كده خالص، قال لي أنت بتاخدي 2 قصاد 2. طب اعملها ازاي دي؟ زي ما قلت لك كنت فاتت معاك، خد الاولى مع الثانيه، فاخد الاولى دي مع الثانيه فيبقى ايه دي، والاثنين دول الزقهم جنب بعض يبقى سي دي. الله يا مس ده مش مكتوب كده في الكتاب، ما انا اسمي فزلك، فاخد الاولى مع الثانيه. فدي تفاعلات كيميائيه بين مركبين، ايونات طبعا، اي حاجه بتبدا بشق موجب والتاني سالب، فايونات موجبه وايونات سالبه، فبين الانيونات دي السالب والكاتيونات دي بتاعت الموجب. عشان اكون هنا مركب حاجات مختلفه ركبناها على بعض، مع هنا مركب برضو حاجات مختلفه ركبناها مع بعض، فده الاحلال المزدوج، مركبين هيطلعوا لي مركبين جديد. طيب ليها امثله زي الاحلال البسيط؟ يا ولا يا شاطر، لو فاكر الاحلال البسيط قول لي. والله كان فلز محل هيدروجين الميه، فلز محل هيدروجين الحمض، ومحلول ملح محل محلول ملح. طب تعالي هنا بقى، هنا حمض مع قلوي، وهنا حمض مع ملح، وهنا تفاعل الترسيب اللي هو ملح مع ملح هيكون له راسب، وده كان دليل على حدوث التفاعل الكيميائي في اول حصتنا. تعالى بسم الله افاعل الحمض مع القلوي. عايزاك تحفظ ان الحمض مع القلوي ده اسمه تفاعل التعادل. اسمه تفاعل ايه؟ التعادل. مره كمان، حمض مع قلوي اسمه تفاعل ايه؟ التعادل. اخر مره، حمض مع قلوي اسمه تفاعل ايه؟ التعادل. يبقى حمض مع قلوي اسمه تفاعل التعادل، واي لتكوين ملح وميه. حمض وقلوي تفاعل تعادل، ليه يا مس حبيبه؟ عشان بيكون ملح وميه. حمض وقلوي اسمه تفاعل التعادل، ليه؟ عشان بيكون ملح وميه، عشان بيكون ملح وميه. حمض وقلوي اسمه تفاعل التعادل عشان بيكون ملح وميه، وده اللي هناخده دلوقتي. بس قبل ما اخده في حاجه عايزه اقول لك عليها يا عسول. تفتكر انت كده وانت في اولى اعدادي، مش عارفه هتفتكر ولا لا، بس هفكرك. كان في عالم بدأ يتكلم اللي انا عايزه احدد حامضيه وقاعدية والتعادل بتاع المحاليل. عمل لي مقياس اسمه البي اتش ميتر. ارهانيوس شاطر. المقياس ده بيبدأ من 0 ل14. نص ال14 كام؟ 7. وهنا 0 1 2 3 4 5 6 7.
حلو. وبعد كده اكمل ال 14 ما اخر 14 8 9 10 11 12 13 14. عايزه ايه يا مس؟ عايزه اقول لك الراجل ده قال لي حاجه جميله. قال لي من 0 ل6 ده حامضي، من 8 ل 14 ده قاعدي، والسبعه دي المتعادل. من 0 ل6 ده حامضي، السبعه متعادل، بعد كده قاعدي. ايوه يعني عايز ايه؟ قال لك يا بابا احنا هنجيب دليل اسمه اليونيفرسال، ده بيتحط عشان يبدا يتلون. لو اتلون باللون الاحمر يبقى ده حامضي قوي، لا اتلون باللون الازرق يبقى ده قاعدي قوي، لا اتلون باللون الاخضر ده متعادل بين البنين يبقى داخل على الحامضي داخل على القاعدي. يعني ايه؟ لو لقيته اصفر وبدا يخش على الاحمر دي كده تزداد الحامضيه، لقيته ازرق بدا يخش على الازرق الغامق تزداد القاعديه. عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول لك كل ما قرب من الصفر تزداد الحامضيه، يعني واحد حامضيته اعلى من رقم 4. كل ما قرب من 14 تزداد القاعديه، يعني 14 قاعديتها اكبر من 11. طيب زي الفل، شكرا. ما تزعقيش بقى تاني، ما تزعقيش، اهدي كده. اهدى ايه؟ انا عايزه افهمك، ما تطلعش غير وانت فاهم. المهم همسك هيدروكسيد الصوديوم NaOH، ده قلوي. ليه قلوي؟ الكورس التأسيسي يا بابا. هيدروكسيد OH قلوي شفاف عديم اللون ملهوش لون، بيتلون بلون بنفسجي لما احط دليل اليونيفرسال إليه. طب انت ليه بتبدأ تتلون لي باللون البنفسجي؟ ما انا داخل على البنفسجي اهو 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 اهو، من الازرق داخل للبنفسجي، يبقى انا كده قاعدتي هتزيد. وما احط حمض الهيدروكل المخفف الى المحلول هيبدا يتكون بعد كده، بعد ما كان بنفسجي هبدا ماشي في طريق الاخضر، ومن الاخضر لحد ما يبقى اصفر، ومن الاصفر هيبقى برتقاني، بعد كده احمر. ايه ده؟ يعني هيدروكسيد الصوديوم قلوي قوي فيبقى لونه بنفسجي. حطيت حمض الهيدروكل المخفف، حمض وقلوي تفاعل التعادل، فالتعادل ده عند رقم 7 فنقطة التعادل، عشان كده بقى لونه أخضر. حطيت كتير من الحمض بدأ يتلون لحد ما وصل للون الأحمر. يعني يونيفرسال اللي مش سهل، انت بتعرفني من الحمض القوي والقلوي القوي او الحمض الضعيف والقلوي الضعيف حسب قوتها انت ماشيلي. هعرفك بالظبط. لو لقيتيها ازرق ده قلوي بس ضعيف، لقيتيها بنفسجي لا ده قلوي قوي. قشطة عليك. تعالى بقى نشوف المعادلة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعبت، شجعوني. المهم معايا هيدروكسيد الصوديوم، اتفقنا اي هيدروكسيد وحمض ده محلول، فهيدروكسيد الصوديوم مع محلول حمض الهيدروكلوريك مخفف، فهكتب دايل. يلا رد عليا وقول احلال بسيط ولا مزدوج ولا اتحاد مباشر ولا انحلال. هقولي مش واحده وواحده وعملت اتحاد فبقوا حاجه واحده، لا ده مش اتحاد، لا ما كانتش واحده وفككتهم عن بعض وفرقتهم وكنت سوسو الحربوقه، لا مش انحلال. ولا عنصر مع مركب، ده مركب مع مركب، يبقى ده احلال ايه؟ شطور. مزدوج. اعمل ايه؟ قلت لك سيبك من الكتاب، خد الاولى مع الثانيه، بس المهم الحاجه دي تسبق الهيدروجين مش تحته. خد الاولى مع الثانيه. اول ما خدتهم اراجع التكافؤ، صوديوم صف لب احادي، الكلور احادي يتغيروا مع بعض، وبقى لي دول كام اتش؟ 2 وكام او؟ 1. حلو ماشي يا مس، موزونه. يلا نشوف كده. الصوديوم مش حواليه حاجه واحد، خرج مش حواليه حاجه واحد. الاو واحده خرجت واحده زي الفل. الاتش 2 خرجت 2. طيب تعالى بقى تاني نوع. انا كده معايا عملت اللي هو حمض وقلوي، فانا عندي كلوريد الصوديوم ده ملح متعادل يبقى رقم 7. حمض يديني ملح وميه، ده كده ملح عشان ولا اوله اتش، كورس تاسيسي مش هقول تاني، واخره اتش انا قلت مليون مره، يبقى ده ملح. والله مهم يا جماعه، والله مهم يا ثالثه اعدادي، انتوا بالذات يعني اولى وثانيه عادي ما يسمعوش، انتوا ما ينفعش ما تسمعوش. انت دلوقتي لازم تعرف ان ده ملح عشان مش اوله اتش فيبقى حمض، ولا اخره اتش عشان يبقى قلو. الكلام ده انا شارحاه بالتفصيل. واداني الميه. حلو. تعالى بقى نعمل حمض مع ملح. يتوقف ناتج تفاعل الحمض مع الملح على نوع الحمض والملح اللي انا هشغله. تعالى نشوف.
انا عندي الحمض هنا اوله ايه يا اخواتي؟ اوله اتش. حلو، حمض الهيدروكلوريك. تعالى نكتب كربونات الصوديوم. فاهم اخواتي كده؟ مش هقول لهم كده سلق بيت كده ونجري، لا، هنزل سهم انزل سهم. ضرب الصوديوم ان ايه ضربه قويه على دي كربونات CO3 بعد السهم والرمز التكافؤ. الصوديوم محطوط في كلمه اسمها صف لب احادي. اي مجموعه اولها كاف تكافؤها ثنائي، في الحاله دي اعمل مقص، لو ما عملتش مقص هروح في داهيه. كده ال Na قدامها رقم 2 والCO3 قدامها رقم 1، فيبقى المنظر ده. طبعا صلب فكتبت اس. دي انتوا عارفين تكتبوها HCl. احلال بسيط ولا مزدوج؟ لا ده مزدوج عشان مركب مع مركب، اخد الاولى مع الثانيه هيبقى بالمنظر ده. ابقى لي ده HCO3 دي تتفك بقى، تتفك الميه وثاني اكسيد الكربون اللي بيعكر ماء الجير الرائق. حلو يا مس حبيبه. موزونه؟ لا مش موزونه، وهنوزنها دلوقتي. تعالى 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 حبيبي المس، تعالى تعالى روح قلب المس. اكن الارقام اللي بره دي مش موجوده عشان ده الوزن، احنا عايزين نجرب. الصوديوم دخل بحاجه ب2، خرج بحاجه 1 عشان مش حواليه حاجه، يبقى محتاج اكبره فاحط قدامه رقم 2، فبينتهى اهو زي الفل. السي داخله بحاجه لا، يبقى 1، خارجه بحاجه لا، بقت 1 محترمه موزونه. الاكسجين داخل ب3 خرج بكام؟ ادي كده مش حواليها حاجه 1 خرج ب2، يبقى 1 و2 3. برافو برافو حبيبي. الاتش حواليه حاجه لا، 1 خرج بكام؟ خرج ب2، يبقى محتاجه اخلي كام؟ 2، فعشان كده حطيت قدامه 2. يبقى الهيدروجين دخل ب2 خرج ب2. الكلور دخل ب2 خرج ب2. ليه يا فزلوكه؟ عشان 2 دي بتاعت الصوديوم بتاعت الكلور. حلوه ولا صعبه ولا ايه دنيتك انت؟ انت يخرب بيتك ما بتردش عليا. طيب بحبكوا قوي والله، والله بحبكوا قوي. بصوا حلوين، تفاعل الترسيب ملح مع ملح ده اسمه تفاعل الترسيب، وده من الدلائل على حدوث تفاعل كيميائي. طيب بص معايا هنا، انا دلوقتي معايا اهو حطيت حاجه، لقيت حاجه اترسبت تحت، يبقى ده دليل ان حصل تفاعل كيميائي، والراسب ده استحاله يذوب في الماء، يبقى الراسب ده لا يذوب في الماء. فور اكزامبل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضه. المحلول دي بيتحط لها ايه؟ بيتحط لها ايه كيو، انا تنمر عادي، تنمر على نفسي، استناك تتنمر عليا، اتنمر على نفسي. المحلول اي كيو. انا شاطر، انا بفهم مع الفزلوكه دي والله، توب التوب والكنتالوب والباقي كنتالوب. تعالى نعمل نترات الفضه. نترات الفضه حلاها هي، بس تاني انزل سهم واتخبط في الفضه يجي، قالت له فتح يا سلبي. والنترات NO3 السهم رمز تكافؤ، الفضه صف لب احادي، النترات احادي احادي واحادي راحوا مع بعض، فيبقى بالمنظر ده. كلوريد الصوديوم انزل سهم ضرب الصوديوم Na ضربه قويه على ايديه، والكلور Ca احادي واحادي راحوا مع بعض، فبقى رمزها الرمز ده. AQ ده عشان محلول. يلا بسيط ولا مزدوج؟ مركب مع مركب، يبقى احلال مزدوج، اخد الاولى مع الثانيه، فيبقى AgCl ده راسب كلوريد الفضه اللي لونه ابيض لا يذوب في الماء، واخد دول اللي جنب بعض مع ده، بس المهم ابدا بالموجب، يبقى Na موجب والسالب، يبقى نترات الفضه. نترات الصوديوم يبقى نترات الفضه مع كلوريد الصوديوم، اداني محلول من نترات الصوديوم وكلوريد الفضه راسب ابيض لا يذوب في الماء زي الفل. بصوا حلوين، في حاجه اسمها معالجه الماء العسر، ما بقولش العسر. ايه هي دي فيها نسبه عاليه من الكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم اللي هو Ca والمغنيسيوم Mg. طيب يعني هي فيها املاح كتير. طيب عشان ابدا اعالج الموضوع ده احط ليها كربونات الصوديوم. ليه؟ عشان يبدا عن طريق تفاعل الترسيب هيبدا يترسبوا كل ده في جنب وانزله عادي، البس جوانتي وانزله عادي، فتبدا ان انا اخلي اللي هي المغنيسيوم والكالسيوم ده يتفاعلوا مع كربونات الصوديوم، ويبدا ان هو يحصل ويبدا ان هو يترسب.
طيب يا ميسي، يبقى تضاف كربونات الصوديوم إلى الماء للتخلص من هذه الأملاح عن طريق حدوث تفاعل الترسيب، حيث ترتبط أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم بكربونات لتكوين رواسب صلبة غير ذائبة في الماء فتترسب، فابدأ أنا أطلعها. إحلال مزدوج اللي هو ملح مع ملح، فيبدأ معايا إيه يا حلوين؟ هيبدأ معايا يترسب. أنت هتاخد بريك وتجيلي في الأكسدة والاختزال دي، وانا هاخد بريك اشرب واجيلكوا في الاكسده والاختزال. مهمه يا لهوي، مهم. لخبط فيها، بنتلخبط فيه. جديده عليك؟ لا مش جديده عليك، انت خدتها في تانية اعداد. افست يا عم، افست يا عم. يلا باي، جايلكوا تاني. يلا يا حلوين، جيت ليكوا. هناخد دلوقتي الاكسده والاختزال. في العام الماضي انت اخدت الاكسده والاختزال بالمفهوم التقليدي، اللي هو يا اما ازود اكسجين يا اما انقص هيدروجين، او ازود هيدروجين انقص اكسجين، العكس ايا كان. فانت خدت بناء على مفهوم الاكسجين والهيدروجين قصاده. لكن انت السنه دي هتاخد بالمفهوم الحديث او المفهوم الالكتروني. فانت عرفت في العام الماضي ان عمليه الاكسده تؤدي الى زياده نسبه الاكسجين او نقص الهيدروجين، وعمليه الاختزال تؤدي الى نقص الاكسجين او زياده الهيدروجين. ده السنه اللي فاتت. لكن السنه دي احنا هناخد حاجة جديدة اسمها بالمفهوم الإلكتروني أو المفهوم الحديث. ايه هو المفهوم الإلكتروني وايه هو المفهوم الحديث؟ المفهوم الإلكتروني يعني عبارة عن إلكترونات، فأنا عايزة أعرف كل واحدة عاملة ازاي. بص يا حبيبي، هنرجع كده ونفهم معايا ايه هي عملية الأكسدة وايه هي عملية الاختزال بالمفهوم الإلكتروني والمفهوم الحديث. عملية أكسدة وعملية اختزال. بص يا حبيبي، عملية أكسدة دي فيها حرف الإيه؟ الكاف، صح؟ فهي بتحصل إيه عملية الأكسدة دي اللي ترمي الكيس، دي اللي بترمي الكيس. عملية الأكسدة ترمي الكيس، فيها حرف الكاف. يبقى المادة اللي بترمي الحاجة دي ترمي، يبقى دي بتفقد. يبقى عملية الأكسدة دي اللي بتفقد ايه؟ احنا شغالين السنة دي بالمفهوم الإلكتروني أو المفهوم الحديث اللي هي عبارة عن إلكترونات. يبقى بتفقد إلكترون أو أكثر، عادي هرمي إلكترون أو 2 أو 3 إلكترون أو أكثر. إمتى؟ وقت حدوث التفاعل الكيميائي. يبقى تفقد إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طب اوكي، انت كده فهمتي لي عمليه الاكسده. طب هي لما بتعمل عمليه الاكسده العامل بتاعها كان بيبقى ايه؟ بيبقى اسمه عامل مختزل. فاكر لو انت متابعني من وانت تانية اعدادي كنت بقول والعامل عكس العمليه وحياه الفول والطعميه، العامل عكس العمليه وحياه الفول والطعميه. فاللي بيحصل له عمليه اكسده يبقى عامل مختزل. عامل ايه؟ مختزل. فدي المادة، دي عملية ودي المادة التي تفقد إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طب اللي بيحصل له عملية اختزال ده لأ، اختزال أخد، يبقى اكتسب إلكترونات. طب لما يكتسب إلكترون فيها حرف السين بيتحول إلى أيون سالب، واللي بتفقد بتحول لأيون موجب. طب اكتسب ده بأيون سالب، هو اكتسب بأيون سالب، يبقى العامل عكس العملية. يبقى اللي حصل له عملية اختزال يبقى هو عامل مؤكسد. دي المادة مالها؟ هو عملية أكسدة، عملية اختزال اكتسب، يبقى العامل المؤكسد المادة التي تكتسب إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. نرجع لمرجوعنا، تعال نشوف الكلام ده. عملية الأكسدة قلت لك أكسدة برمي الكيس، يبقى تفقد فيها إلكترون. لكن العامل عكس العملية وحياة الفول والطعمية عامل مختزل، دي المادة اللي هتفقد ليه. طيب عملية الاختزال دي اللي بتكتسب. طب هي عامل مؤكسد عشان العامل عكس العملية، يبقى دي المادة اللي بتكتسب إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طب اللي بتفقد دي أسكت؟ لا،
بتبدأ تتحول لأيون موجب، فهلاقي على الشحنات بتاعتها علامات موجبة. طب اللي بتكتسب دي تسكت؟ لا، دي فيها حرف السين، بتبدأ تتحول لأيون سالب أو أخد إلكترونات سالبة. طيب بص كده معايا، هبدأ أفرق بينهم إزاي من الشحنات اللي عليهم. هقول لك طريقة سهلة وسيبك من الشحنات. لو لقيت الإلكترونات المرمية مرمية كده في الآخر يعني فقط، يبقى عملية الأكسدة. لقيته حاضنها كده جنبه كده، حاضنها كده جنبه، يبقى اكتسبها، يبقى دي عملية اختزال. في طريقة تانية طبعا، في طريقة تانية. بص كده معايا على الشحنات دي. طبعا عشان تعرف الشحنات دي لازم تبقى مذاكر كويس جدا التكافؤ. انا عندي ده كده الصوديوم، ده كده ذرة، الذرة متعادلة شحنتها بصفر. حلو. بعد كده جيت ابص على الخرسين هنا، اسفه ده الخرسين متعادله يبقى صفر. جيت ابص على الخرسين هنا، هو الخرسين تكافؤ ايه؟ كاخ مركز تكافؤ ثنائي، فعملت ان هو شحنه موجبه. اصل اي مركب يا حلوين اوله بيبدا بالموجب ديله سالب، فانا عندي موجب اهو. حلو، يبقى صفر بقى موجب 2. تعالى هنا، تعالى وركز. ده اوله هيبقى موجب صح. طب حلو يا مس، ان حاسه تكافؤ ايه؟ ثنائي. حلو، فموجب 2. ابص هنا ديله سالب، لازم الشحنات تبقى قد بعض، فسالب 2. اصلا دي كبريتات تكافؤها ثنائي. المهم جيت ابص، هقول لك على معلومه. زاد بالرياضه عمليه اكسده، زاد بالرياضه عمليه اكسده. مين اللي زاد؟ الشحنات. هو انت ليه مع نفسك ليه؟ زاد بالرياضة عملية أكسدة، زاد بالرياضة عملية أكسدة. طب لو قل بالرياضة اعكس يا عسول، عملية اختزال. نيجي نشوف هنا الخرسين بصفر. تعالى بص كده معايا اهو، بقى موجب 2. ايه ده؟ زاد بالرياضة يبقى حصل له عملية أكسدة، ده أنا شاطر أهو. طيب تمام، بص معايا هنا النحاس موجب 2. بص كده معايا، بص بقى ذرة عادية بصفر. ايه ده قل بالرياضة، يبقى حصل له عملية ايه؟ اختزال. شاطر. خلي بالك ان عملية الاكسدة والاختزال دول عمليتان متلازمتان، لازم يجوا مع بعض ويحدثوا في نفس الوقت. اصل المادة اللي فقدت الالكترون اللي هي حصل لها عملية اكسدة، لازم اللي قصادها هي اللي تاخده، الذرة المقابلة ليها، فالالكترونات التانية تكتسب. طيب الفلزات دي احنا اخدين في الكورس التأسيسي ان الفلزات دي تفقد، فتبدأ تتحول لأيون موجب، فلما بتفقد دي عملية ايه؟ شاطر، أكسدة، يبقى عامل مختزل، عشان العامل عكس العملية، وحياة الفول والطعمية، فاللي بيحصل له عوامل مختزلة. بينما اللافلزات تكتسب، يبقى هي عامل ايه؟ عملية ايه اصلا الاول؟ لازم اجيب العملية الاول، تكتسب عملية اختزال، يبقى هي عامل مؤكسد. كاتب لك اهو، لان الفلزات تميل الى فقد الالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي، بس الفزلوكة زودت لك ان هي عملية اكسدة. بينما اللافلزات تميل الى اكتساب الالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي، فالفزلوكة زودت لك ان هي عملية اختزال. وكده انت معاك الدرس الاول كامل. الدرس الاول بتركاته، ببابا غنوج، البابا غنوج بتاعه، بكل حاجه بتتحط على وش التورته. والله العظيم شرحته لك اكن انت قاعد قدامي، فانا عايزاك تبقى مركز معايا اكنك قاعد قدامي، تذاكر اكنك قاعد قدامي. البي دي اف ده هيتساب، تحل الواجب اكنك قاعد قدامي، كده كده حل الواجب ده هينزل لك. فانا عايزاك تركز، ولو فيديو انت استفدت منه ابعته لكل اصحابك عشان يخلي العلوم ماده لذيذه وممتعه. ولسه قدامنا مسابقات وتجارب كتير ان شاء الله، واول ناس طبعا هتحل الواجب خلي اسمها موجود عندي في الحصه اللي بعد كده، وان شاء الله هديله هديه كورس مجاني في المنصه باذن الله تعالى. عايزه اقول لكم هتوحشوني جدا جدا، وكنت مبسوطه معاكم ان انا موجوده. ولو اول مره تشوفني ادعمني واعمل سبسكرايب عشان لسه القناه مليانه حاجات جميله. سلام.